السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما كرهتش يا خوتي، دعموني وتقدروا الظروف للإعاقة ديالي ودعموا خوكم وبارطاجيو هاد القناة، بارطاجيوها مع الأصدقاء والعائلة واللي عزيز عليكم واللي ماشي عزيز عليكم، وتعاونوا مع خوكم والعواشر هادي، ونطلبوا الله يجعل لكم في ميزان الحسنات. وكل ما تعاون معايا انا كندعي معاه ومع هاد العواشر، ونطلب الله يسهل عليكم ويجازيكم ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم، وتجوزوا هاد العواشر كما بغيتو في طاعة الله ورسوله. ونطلب الله يسهل على اللي ما عندوش واللي مريض الله يشافيه، واللي خصو شي حاجة وكيتمنى شي حاجة في خاطرو الله يسهل عليه والله يعطينا قد النفع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا، تحية لكم من أخوكم محمد من قناة قصص للعبر. إخوان، كما قد عرفوا كل مرة حلقة جديدة، كل مرة كاين جديد، وحلقة كتكون فيها عبرة على حلقة، يعني كل حلقة وبنادم خصو يستافد منها. وكما كنقول لكم الحاضر يعلم الغايب. ونبداو في قصة اليوم اخوتي. قصة اليوم على الخيانة، يعني الخيانة فين كتوصل الواحد وكيفاش الواحد كيكون هاني مرتاح في الحياة ديالو، ولكن ملي كيتبع شي حوايج كيطيح في شي حاجة اللي يقدر غيندم عليها واحد الندم كبير. هذا واحد الشخص مجوز وعنده جوج الوليدات، عنده بنت والولد. هاد الشخص خدام في بنكة، خدام في بنكة. وانتم كتعرفوا بنادم البنكة كيفاش كيكون انيق وكيكون كيلبس. وهاد الشخص هذا بالضبط يعني كان كيتهلا في راسو لواحد الدرجة، يعني معاه هو مزيون وسيم على وجهه وكيتهلا في راسو، يعني وكيلبس وهادي وكيبان انيق، والناس كامله يعني كلشي كيبغيه، كلشي عنده معاه كيساعد الناس، كيتعامل مع الناس، يعني اي واحد جان عنده، الناس من هنا المغرب والناس خارج ارض الوطن كيجيو لعنده، الجاليه كيتعامل معاهم، يعني واحد الشخص واعر. هاد الشخص هذا بقى خدام في ديك البنك، ضرب واحد مدة يعني وقديم تما، خدام على ولادو. كما كتعرفوا بنادم كيخرج ولادو كيساريهم، يعني كيساري ولادو كيخرجوهم وكيتهلا فيهم وكيضحكوا هادي. مشات ايام جات ايام، واحد النهار واحد السيده كانوا باعوا شي ارث ديالهم، مهم ورثات هيدا ورثو الفلوس، يعني من ديك املاك اللي باعوا جابتهم نزلاتهم في البنكة. ملي جابتهم من عندهم ديك الشركة هذيك نزلاتهم مع هو هاد الشخص هذا، يعني قلنا كيتعامل مهم كيضحك وكيفوج، يعني نتوما كتعرفوا كتجبر شي واحد شعبي كي ضروري كيخلق شي جودة الضحك، كيخلق شي حاجة بحال هيدا. المهم المعاملة ديالو يعني اي واحد كيبغي هاد الشخص هذا. قلنا بقى خدام هيداك. ملي جات عنده ديك السيدة، حتى هاد السيدة هادي اللي جاتنا عنده غتنزل فلوس، يعني السيدة مزيونة عاود، وحتى هي الجمال وأنيقة. المهم جاتنا عنده نزلت ديك فلوس، بقى كيتهاود معاه كيضحك معاه. قالتلو شو انا اول مرة كنفتح الحساب في البنك واول مرة كنزل فلوس. قالتلو حيت انا، قالتلو ورثنا شي حاجه بحال هيدا، بعنا الاملاك ديالنا ورثنا يعني ديك بركه فلوس. قالتلو انا عندي العائله، ويعني وانا غنجي ننزلهم هنا في البنك، وكل مره غنقدر في اي لحظه زعما نجي نهز الفلوس، يعني واحد المبلغ كبير اللي نزلو. كل مره نجي نهز الفلوس
وزعما خصني تساعدني، يعني اي مره يقدر يقول لي فلان ولا فلان ولا فلان، يعني العائله ديالها يطلبوا الفلوس خصها المهم تحضرهم. قال لا ماشي مشكل، المهم في اي ساعه بغيتي الفلوس مرحبا وهادي، وضحك معاها صافي. قالت له ما كرهتش زعما ندي النمره ديالك، واذا احتجت شي حاجه نبقى نتصل بك. قال لا ماشي مشكل، دات النمره. السيده بقات كتواصل معاه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ربطوا علاقه مع بعضهم. انا رجعوا كيخرجوا مع بعضهم، رجعوا كيمشيو لقهيوه، مره مطعم، مره كيسافروا، مره المهم اليوم غدا اليوم غدا بقاو ماشيين بحال هيداك على الطريقه هادي. مشات ايام وجات ايام، واحد النهار هي تقول له اسمع السي فلان، قالت له راه انا حامله. قال لها اش كتقول؟ قالت له كيما كتسمع انا حامله. وقال لها دابا خصك تشوف الحال وتشوف شنو تعدل وهادي. قالت له شنو نعمل؟ قالت له نمشي نعند الطبيب ونشوف. مشات نعند الطبيب، رجعات كذبات عليه شي كذبه، قالت له راه عطاني شي دواء وعطاني كدا وشي ليباري وهادي، وقال ولكن قال لي زعما صافي راه اللي عطا الله عطاه 3 شهور ما عندنا ما نعدلو. قال لي خصنا نشوفوا الحل ضروري، وانا غادي تفضحني قدام العائله ويبقاو يهضروا بينا ويقولوا هادي. قالت له المهم انا ما خصني منك والو. قالت له هاد الترابي ديالي انا غنربي. قالت له انت عمل غير واحد قضيه. قالت له من نحتاجك عدلوا لي في حاله مدنيه، يعني ضروري كتحشي في حاله مدنيه باش كتعوض المنظر، باش كتجيب راقده. المهم صافي صدق ملي قالت له هايدا بقى كيفكر الراجل، صافي تبدل في السيستيم ديالو، بقى كيفكر كيتروان، يعني ديما تجبرو مرباج، بقى كيبقى كتجبرو ماشي، ما بقاش هذيك الناس كيتلاقى بنادم في الشارع كيضحك معاه ويتهاود معاه ويضحكو وهادي. في الدار تبدل معاهم، في الشركه في خدمه رجع تبدل، يعني بقى هذه هي الحياة ديالو فحال هيدا وصافي مرول. مشات ايام جات ايام، يعني ملي قربت تولد صافي السيد تزير، ولدات سمات. صافي ملي سمات شنو غيوقع؟ قالت له دابا دخل الولد في الحالة مدنية. ملي دخل ديك الولد في الحالة مدنية يعني صافي طبقات عليه قانون. قالت له دابا خصني فهمتي تعمل لي الزوجيه وهادي، تعمل يعني العقد، تعمل دخلوا في حاله مدنيه، تعمل العقد، يعني المسائل ديالو ضروري يعملوهم كاملين مضبوطين، يعمل العقد عاد باش يدخلوا له في حاله مدنيه. اصدق ملي صافي عمل المسائل ديالو، مشى عند مراته قال لها راه حقا انا وقع لي مشكل مع واحد السيده ودابا خصك تساعدني وهادي. المهم وتعصبات وترونوا وصدقوا، وقع لهم مشاكل مع بعضهم، العائله كيفاش كانوا كيتشوفوه ديك النظره اللي كيتشوفوه، رجعوا كيتشوفوه نظره اخرى. يعني بنادم ما بقاش مقبول في حفل الاول، ما بقاش عنده ديك كانه اللي غيبقى يتهاود مع بنادم ويضحك، يعني تبدل بزاف. شنو تقول له؟ قالت له شوف دابا انا هنايا، انت كتشوفني مراتك فيما كتجي عندي كتعايرني في الدار. قالت له الام ديالك حتى هي كتلاقاني ولا كتجي كتبقى تعايرني، خاك حتى هو كيحلف، خوتك كاملين، المهم العائله كامله قالت له كتحلف فيا وكاملين كيعايروني. قالت له انا ما نقدرش نبقى عايشه في هاد المدينه هادي. قال له في خصك تمشي. قالت له عرفتي شنو غادي نعمل؟ قالت له صيفطني لبرا. قالت له انا الاخت ديالي كاينه في فرنسا ودابا انت هنا تما خدام عندك الوظيفه ديالك، غتعمل الفيزا ونطلعوا فحالنا نتما، نطلع لتما لعند اختي كاينه الاخت ديالي في فرنسا، نطلع لعندها. قال لها المصاريف وهادي. قالت له واخا، المهم انا ما غنبقاش هنا، ما غنبقاش ديما في مشاكل ويبقاو يعايروني وما نعرفش يزبلوا فيا ويبزقوا عليا فحال هيدا. المهم بقات كتشكيل وعمرت له الراس. سيد شنو عمل؟ صافي دفع على الفيزا. ملي دفع على الفيزا وديك الساعه طلعوا هي وهو اللي طلعوا تما، مشاو لعند اختها
ملي وصلوا عند اختها بقاو معاها شي ايامات على ما غتسالالو الفيزا باش يرجع بحالو يشبر الطياره. وهي تقول له دابا نتينا ماشي. قالت له انت كتعرف انا عندي ولادي والراجل ديالي، ولادك خصك تشوف لهم الحل، مراتك وابنك خصك تشوف لهم الحل. قال لها واخا، شنو هو الحل؟ قالت له اكري لهم وعمل لهم وصنع لهم. قال لها ماشي مشكل. صافي طبر لها الكرا، كرالا وهود فحالو للمغرب. ملي هود رجع للخدمه ديالو، يعني هو الراجل كيشبر واحد 8000 درهم في الشهر، كيسرد لها يعني باش تخلص الكرا والمصروف، وكيصرف هنا في المغرب على المرة الاولى ديالو. وماشي مزير مزموط، يعني مزير من واحد الدرجه خانا صافي ما بقاش يتنفس. ماشي في حفل الاول كيخرج كيتسارى كيمشي كيجي، ودابا والو الشريف ما بقى لا مساريه ولا حتى شي حاجه. دابا يلاه كيبقى يفكر كيفاش غيعمل هادي كيفاش غيعمل هادي، كيقيل يحسب وكيفاش يحسب. وهي دابا ساعه كتعيط له، العايل مريض خصو الدواء، لا وهكذا لا خصني الكرا خصني المصروف خصني هادي. المهم دابا وساعه كيسرد كل شهر كيسرد لها، يعني ريشاتو مره ديكشي اللي كيسرد ليله يعني ما كيصرفوش على راسو على ولادو في المغرب، كيسرد لها اكثر من اللي كيبقى عنده. بقات هايداك. هو شنو كيعمل؟ كيسلف، يعني كيهز كريديات من البنكه وكيدفع لها، كيهز وكيدفع كيهز وكيدفع. المهم هما كيقطعوا له يعني واحد النسبه، يعني حتى واحد النهار هو يجي عنده مودير، حيت هو كان يعني منو المودير، يعني هو كان منو المودير، يعني هو النائب المودير صدق. هو يعني فرع بنكه فرع راسو. عيط له المدير ملي جا عنده قال له انت كيفاش؟ قال له راه المنطقه ديالك علاه نبداو يقطعوها لك كامله. قال له الظروف وانت كتشوف هادشي اللي كتب الله وهادي. قال له ولكن ماشي هيدا صاحبي. قال له انت شحال كتسرد لها وشحال كتصرف هنايا؟ قال له كنسرد لها 5000 درهم. قال له انت كتشوف اخرى في اسبانيا وكتخلص لها انت الكرا، هي اللي في فرنسا وكتخلص لها الكرا، وهي اللي خصها تخلص راسها الكرا وهي خصها كدا. دابا انت من المغرب كتصيفط لها من فرنسا. قال له المهم بداو يتعاودوا فحال هايدا. صافي مشى فحال، يعني من بعد عيط لها، بدا كيعيط لها. صافي فلوس تسالى وما بقاش، يعني فين هما ديك كريديات وديك هادي يلاه كيقطعوهم له باش الماندا ديالو، يعني حتى الماندا ما بقالوش. كيعيط لها لاباس بخير كدا، ورجع كيبغيها واحد الدرجه يعني ما تصورش. السيد متشبت بها ما قدرش يسمح فيها ولا يطلق منها. ملي كيعيط لها شنو كتقول له؟ كتقول له سرد لي فلوس اولا بلا ما تبقى تعيط. صافي سرد لي فلوس ولا ما تعيط ليش، انا ما عندي ما نعمل بالمهاوده ديالك. سرد لي فلوس، انا خصني الكرا الماء والضا وما نعرفش شني. وكتبقى تحسب في الاخر رجعات كتقطع عليه. ملي شافت فلوس والو بدات كتقطع عليه التليفون كتقطع عليه. يعني صافي السيد ما كيجبر ما يعمل. صافي مشى عاود كيعيط، عاود كتجاوبو مره هي مره اختها. كتقول له بلا ما نبقى تصوني عليها، هضرنا معك راه هي غتجوج ما نعرف شني، غتدبر على راسها بلا ما تبقى تعيط لها تحمقها في راسها. وانت صافي مراتك معاك تما، عندك مراتك تما، صافي نساها بعد منا. الراجل ترول شنو يعمل؟ مشى عند المدير قال له دابا خصني نقدم استقاله ديالي. يقدم استقاله باش يطلع من فرنسا. قال له ما يمكنش. قال له تقدم استقاله. قال له دابا انت يعني غتهز راسك وغتمشي من هنا غتخرج هايدا كتخرج خاوي يعني، وكريديات اللي كيتسالوا لك وهادي. قال له ما يمكنش. قال له اذا خصك زعما اذا ملي شافو مدمر بغا يعني يتعامل معاه. قال له اذا خصك تعمل شي حاجه، قال له اعمل الفيزا وطلع بحالك من تما. قال له بقى شي ايامات واحد شهرين ولا عمل شي شهاده طبيه. قال له صار دمنا
وديك الساعة عمل الشغل ديالك، يعني يقدر يكون الحركة احسن. شنو يعمل؟ بقى كيفكر، قال له انا دابا حتى درهم، يعني السيد ما عندوش باش يتحرك مرة. دابا هو كيفكر غير ليه انا مرة اللي في المغرب صافي هذيك نساها، هو كيفكر غير ليه صدق. قال له دابا تعاونوا معايا، بداو كيتعاونوا معاه ديك الناس اللي كاينين تما في ديك الشركه معاه في البنكه، يعني كيعرفوا هو هادي، كل واحد شحال كيعطيه، كل واحد كيعطيه شي بركه اذا كيتعاون معاه بها. صافي عمل الفيزا ومشى. ملي مشى تما، مشى عند اختها، دق عليها، خرجت، قالت له شنو خصك؟ قال لها انا جيت هكذاك. قالت له مشي في حالك، واش خصك تعمل لنا مشاكل؟ مشي في حالك ولا نعيط للبوليس وهادي. السيد تزير مشى. ملي مشى بقى كيفكر، قال بلاتي شي سيد كان كيجي عنده من تما من فرنسا يعني وكيتعامل معاه هنا يعني في شركه، قال راه نعيط له، عيط له بحال هيدا. قال له انا راني في فرنسا واللي كاين اللي كاين. قال له دابا الله يرحم والديك زعما شي يومين لا 3 ايام هيدا نبقى معاك. السيد منفط مره وصدق. ملي قال له هيدا، قال له واخا ماشي مشكل، فين انت؟ جا موراه داه ضرب معاه يعني شي ايامات. شنو غيعمل هو؟ بقى كيجي كيعسس على ديك الدار في ساكنه هي. جا بدا كيعسس بحال هيدا، جالس واحد الجارده وكيعسس. واحد الساعه كيتشوف ديك الراجل كيكون معاه خارجين بحال هيدا، هي وهو خارجين مع بعضهم، وخرجوا ومشاو. يعني بقى غا كيتشوف يعني بحال شي وحده مع الراجل ديالها وصافي. مجبر ما يعمل، مشى في حالو، عاولا غدا عاود رجع لنفس البلاصه. بقى كيحدي، كيشوف ديك الراجل هبط، ركب في الطونوبر مشى، وهي كتشوفها كتخمل هيدايا كتنفط هيدايا الفراش وهادي كتشوفها في السارجم. حدا ديك الراجل اللي بالطونوبر مشى اللي كيكون معاها، جا دق في الباب. ملي دق في الباب، هي كون كانت عارفه واقيلا هو ما غتفتحلوش الباب، ولكن علاش فتحات الباب؟ قالت ربما يكون ديك اخر رجع. مع فتحات الباب تنقز وجا معاها داخل. قالت له شنو خصك؟ خرج عليا كدا. بدا كيتهاود معاها علاش غتعمل هيدا وشكون هو هذاك وكدا وانا مجوج بيك. قالت له ما كاين لا مجوج بيا لا والو. قالت له انت بعد مني، مشي في حالك ولا دابا غنعيط للبوليس. قال لها نعال الشيطان ما نعال الشيطان. قالت له والو. مع دخلوا كيتغنوا حتى الكوزينه. قالت له طلق مني لا نعيط للبوليس. قال لها عيط نديك بوليس. مع هي عندها التليفون في الكوزينه، شبرات ديك التليفون، جوزات النمره كتعيط لهم. يلا قالت له ما راه انا واقع لي مشكل بلاصه فلان فلانيه، ويشبرها فحال هيدا جره زيره، هز واحد الموس بدا كيهدا كيقول لها ريح ولا نضربك كدا. هي طاح لها ديك التليفون، بقى الصوت يعني ميكرو محلول، بقى الخط قايز. البوليس كيسمعوا غير الصداع والحايحه بحال هيدا، وهو بقى كيعنتت معاها، هي كتعنتت. واحد الساعه هو يركز لها ديك الموس هنا، ركزوا له هنا في قلبها، طاحت. السيد صافي يعني بحال اللي نقولوا بغى يتفرقع، بغى ينفجر بحال هكا. كيتشوف راسو فيه كان واش من مشكل فيه غيطيح. هو طيح الروح صافي. شنو عمل؟ هرب. صافي هرب، خرج على برا، مشى لعند ديك الراجل اللي كان معاه. قال له ما تما ما نخبى عليك. قال له اشنو وقع لي؟ اشنو وقع لي؟ اشنو وقع لي؟ قال له عرفتي شني كاين؟ قال له ما خزنت لهنا. قال له راه صعابين وغيتكارفسوا عليك. قال له تشوف كيفاش تهرب بحالك. بقى كيفكر شنو غيعمل. مي غيهرب فكر ما يرجعش كاع لهاد المغرب، قال يمشي من تما لايطاليا. عنده شي صاحبو تما في ايطاليا، عيط له قال له انا شنو وقع لي شنو وقع لي، ودابا ما كرهتش تجي مورايا ديني وهادي. قال له شوف ركب بلاصه فلانيه وبلاصه فلانيه وتلاقاني الحدود ديك الساعه ونمشي معايا. السيد ما عنده حتى درهم، عنده شي بركه قليله يعني 100 مره، يعني ديك البركه اللي عطاولو باقي الجوع فيه ما قدرش حتى ياكل. صافي مشى شبار الطريق
كيركب من هنا وصل للحدود وهما يكرفوه، يعني صافي ديكلارا وطلقوا يعني الديكلاراسيون بان راه السيد لو شيرشي راه قاتل وهادي. ديك الساعة شبروه داوه عطاوه 20 عام، 20 عام د الحبس. ملي عطاوه 20 عام د الحبس صافي يعني دمر راسو ودمر ولادو، ضيع ولادو، وفي الاخر ملي خرج من الحبس ضرب ديك 20 سنة وخرج بحال شي واحد حماق، يعني خرج الراجل مفرك ملوكي، صافي خرج بقى كيدور في الشارع، يعني اللي كيتشوفو كيفاش غتقول انت ديك بنادم كيفاش كان وكيفاش كان، رجع بنادم كيعطيلو كيتلاقاو هاديك الناس اللي كيعرفوا هايدا ولا الا كيتشوفوا الحالة ديالو كيعطيولو ديك البركة. يعني تشوف الاخوان دابا من ناحية لهاد الخيانة شنو كيوقع في الاخر، يعني بنادم كيكون مرتاح مع مراتو مع وليداتو، ديك البركة اللي قسم له الله كتجبرو يعني كافية ولا ما كافياهش ماشي مع الوقت ولا مهم كيحاول يعيش نقي. هو المشكل في كاين بنادم كاين مشاكل وكاين لهنا، يعني تبعتي فحال هادشي غتجبر راسك ديما طايح في المشاكل وديما في العذاب. اما اذا حاولتي تجنب هادشي غتعيش حياتك نقي وغتعيش هاني، ولهنا ما كيتقدرش بثمن. ونتمنى الاخوان تعجبكم القصه، وما تنساوش دعمونا وعاونونا بالجيم واللايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.